مدرسي أو في المسجد. ألغي صور كثيرة من كثيرة جدا جدا، يعني لو يعني توجد تقارير كثيرة وواضحة لمنظمات حقوقية مستقلة نعم. تشرح هذه الأمور. أنا في نهاية هذه الفقرة دكتور أريد يعني أن تخبرنا ما المتوقع عند بعض المفكرين ولدى حضرتك في الأيام المقبلة. الأيام المقبلة القليلة الصين يعني تقمع أي تحرك تركستاني. نعم. يعني لو تعلم حضرتك الحادثة التي يعني أثيرت حولها هذه المشاكل كلها حدثت في مقاطعة جواندونج في جنوب الصين. نعم. هذه المقاطعة هجر إليها أو رحل إليها آلاف العمال التركستانيين، وهذا يتفق مع تقارير حقوق المنظمات الحقوقية مثل منظمة العفو الدولية. نعم. لو نظرنا مثلا في تقرير المنظمة لعام 2008، هذا التقرير يشرح أن الحكومة الصينية، التقرير يغطي الفترة من يناير إلى ديسمبر 2008. نعم. يشير إلى مواصلة السلطات الصينية تهجير أعداد متزايدة من الهان. نعم، بداخل تركستان. الهان هو العرق الأساسي في الصين أو أكبر قومية داخل الصين. الصين تشكل من 56 قومية، أكبرها الهان يمثلوا تقريبا 1,200,000,000. نعم. تواصل تهجير أعداد متزايدة من الهان إلى تركستان لمواجهة ما يزعم أنه نقص العمالة، بينما أرسلت أعداد كبيرة، لاحظ، النساء والشابات والفتيات الأيغوريات، قدرت بما يزيد عن 200,000 فتاة. نعم. للعمل في المصانع في شرق الصين، وكثيرا ما يتم ذلك بضغط من السلطات المحلية، وتعاني المهجرات من أوضاع حياتية قاسية ويعملن بأجور متدنية. نعم. تم تهجير العاملات يذهبن نظرا للفقر الشديد الذي يعاني منه التركستانيون. نعم. فقط داخل الإقليم، بالرغم من الثروات الهائلة داخل البلد. نعم. يذهبن أو يذهب الرجال أيضا للعمل داخل الصين. الحادثة احتكاك ما بين العمال. هاجم الصينيون الأيغور في مصنع للعاب الأطفال هناك. قدر أعداد القتلى، التقارير متضاربة، 20 2 400. التقارير متضاربة، والحقائق دائما داخل الصين لا يمكن الحصول عليها بسهولة. نعم. الصينيون داخل تركستان الشرقية طالبوا في مظاهرة سلمية ترفع العلم الصيني، طالبوا بالتحقيق المستقل في المسألة ومحاسبة المخطئين، يسألوا عن ذويهم وهذا حقهم. أين هم؟ أين هم؟ وكيف يعني تذهب هؤلاء الفتيات؟ نعم. كيف يذهبن إلى داخل الصين؟ وفضلتكم تعلم نظرة الحضارة الإسلامية للمرأة وتكريمها للمرأة والحفاظ عليها في السفر وفي العمل وفي غير ذلك. يأخذونها إلى هذا المكان ولا ندري أين هم، ولا تدري ما الذي يحدث لهن. نعم. طالبوا بمعرفة ما الذي حدث. حاصرت الشرطة الصينية المظاهرة وأطلقت الرصاص عليها. الوضع الحالي أن السلطات الصينية تمكنت من قمع المظاهرات واعتقال أعداد كبيرة، والقتلى نعم. قدرتهم ب 184 قتيل، ولكن الأعداد كبيرة كما نعم. يقال، وقدرت أعداد المعتقلين بحوالي تقول السلطات أنهم يقرب من 1000. التقارير المستقلة تقول أنهم 20,000. أعداد ضخمة. هذه في الأيام الماضية. الأيام الماضية فقط. نعم. ولكن تمكنت من قمعها وهدأت الأوضاع، ولكن هدأت بضغط صيني واضح. والصينيين يتمكنوا من، يعني هناك فرضية في التاريخ الصيني تقول أنهم لا يتمكنون من حكم المناطق الحدودية إلا بتغطية هذه الأماكن بالجنود أو نعم. بالقوات العسكرية. وهذه فرضية مشهورة في معنا صورة للمظاهرات بتاعتهم يا دكتور. نعم. يعني لو عرضناها فمع حضرتك. نعم تفضل يا دكتور.
الوضع الحالي، الصين تمكنت من قمع المظاهرات بقسوة وبوحشية وبصمت دولي وتعتيم دولي إلا من منظمات مستقلة. نعم. أي مظاهرات؟ تفضل يا دكتور. هذه مظاهرات لهم قديمة. هذه أعتقد في تركيا. نعم، حينما مسكوا العالم الصيني. نعم. نعم. الوضع الحالي هناك ضغوط صينية وضغوط شديدة على المسلمين في تركستان الشرقي. نعم. وهناك صمت دولي وإسلامي مخزي. هذه قضية إذا لم نعتبرها قضية مسلمين فلنعتبرها قضية حقوق إنسان. نعم. نقول للعالم الإسلامي بل والعالم الغربي ولقد كرمنا. نعيد العبارة دي تاني يا دكتور. نعم. لو أنا ما اعتبرتهاش قضية مسلمين لنعتبرها قضية حقوق إنسان. قضية حقوق إنسان التي ينادي بها الغرب، الحكومات الغربية. نعم. وتنادي بها المنظمات الدولية، ولكن موقفها موقف انتقائي. بمعنى إذا كان نطالب بحقوق الإنسان في مناطق في تيمور الشرقي. نعم. وتمنح تيمور الشرقية الاستقلال لأنها كانت تابعة لإندونيسيا المسلمة. لماذا لا يعني تنادي الحكومات الغربية والمنظمات الدولية وتتعامل مع الأمر بحسم؟ نعم. وبتدخل قوي لدى الحكومة الصينية لجعل القضية قضية حقوق إنسان فقط، لا نريد أكثر من ذلك. نعم. لنجعل هؤلاء السكان الأتراك، ولا نقول المسلمين، الأتراك فقط، يعيشوا في سلام، يمارسوا هويتهم الحضارية. هذا أقل شيء. هذا أقل شيء. نعم. يمكن أن يقدم. هناك يعني الصمت الدولي هذا صمت محرج وغير طبيعي. نعم. طبعا لمعايير كثيرة الدول تقدرها، ولكنها معايير انتقائية في أغلب الأمور. جزاك الله خيرا يا دكتور. وجزاكم خيرا. المستقبل للصين نعم. يعلم الله. يعني نذكر الصين بأن لا شيء يدوم. نعم. انهار الاتحاد السوفيتي السابق سنة 1991. نعم. هناك دراسات غربية بالأكثر ترجح أن هناك انهيار متوقع للصين لأمور كثيرة قد تحدث في داخل الصين. نعم. ربما أزمات اقتصادية، ربما تصاعد النزاعات الانفصالية داخل الأقاليم المختلفة. نعم. طبعا يعني حتى تحكم منطقة حكما صحيحا لابد أن يوجد يعني درجة عالية من الرضا عن هذا النظام الحاكم، بمعنى أن تمنحني حقي في ممارسة هويتي الحضارية على الأقل. نعم. هذا أقل شيء يمكن أن يقدم. إذا تمكنت من ذلك ترفع مستوى الرضا، حسن أوضاعي الاقتصادية، جعلني أصلي، جعلني أعبد الله. أما أن أكون صائم وتفرض علي أن أفطر في رمضان، أن أفطر في رمضان. نعم. أن تقام مأدبة في مكان العمل لمعرفة من يصوم ومن يصوم. نعم. هناك انتهاكات خطيرة في مسألة تحديد الناس. نعم. هناك عمليات إجهاض إجباري، هناك تعقيم، هناك قتل للمواليد، وهذه الأمور لا تتحدث عنها إلا المنظمات الدولية المستقلة. ويعني حقيقة أنا يعني كشخصي ونيابة عن الكثيرين من المتعاطفين مع القضية التركستانية، نعم، أقدم الشكر لهذه المنظمات مثل منظمة العفو الدولية، هيومان رايتس ووتش. هذه المنظمات تتناول المسألة باعتبارها قضية حقوق إنسان، وشكرا لها، في حين لا تتناولها أو تتغاضى كثير من الدول الإسلامية عنها وكثير من المنظمات الإسلامية عن هذه القضية، في موقف أقل ما يقال أنه محرج ومخزي. نعم، للعالم الإسلامي بل وللعالم أجمع. جزاك الله خيرا يا دكتور، وبارك الله فيك. أكرمكم الله. وسعدنا بهذا اللقاء. أكرمكم الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في ميزان الحسنات. أكرمكم الله. وإن شاء الله سبحانه وتعالى يقر الله سبحانه وتعالى أعيننا جميعا بعودة تركستان دولة مستقلة ذاتية الحكم. ونشكر لقناة الرحمة إسهامها في هذا الأمر، فهي من القلائل من القنوات التي تعرضت لهذه المسألة. بارك الله فيك يا دكتور، وجزاك الله خيرا. أيها المشاهدون الكرام، انتظرونا بعد هذا الفاصل. تركستان إلى أين؟